بالنسبة يعني لنا كبرنامج أمسياتنا ولدولة الكويت، لأن جاءنا من المملكة العربية السعودية يعني تكريما لهذا البرنامج وإعجابا في برنامج أمسيات ليقدم ما يستحق من خلال هذا البرنامج. وهذا ما يعني يجعلنا نحتفي نوقف كل شيء عشان عيونه، لأن شاعر يستحق تجربة شعرية مليئة في إبداعاتها، في جمالياتها، في عطاءاتها، في كل شيء. يعني وين ما تجد هذا الرجل في مكان إلا وينشر الابتسامة، ينشر الإيجابية، يجتمع حواليه زملائه بكل حب ومحبة وتواصل، لأنه شاعر مختلف وإعلامي رائع، ينقل نموذج الإعلامي الرائع بكل تفاصيله. هذا ما يجعل الكل يسعد عندما يكون يعني هو أحد يعني المتواجدين في هذا المهرجان أو في هذا الملتقى أو في هذه الأمسية. دائما والإعلامي الذكي والإعلامي المميز والإعلامي النشط والإعلامي المعطاء والإعلامي اللي يحب دائما عطاءاته، غير أنه كشاعر يفصل بين شاعريته وإعلاميته، فدائما ينصف زملاء الشعراء رغم أنه هو شاعر يتفوق عليهم شعريا في كثير من المحطات، ولكن دور الإعلامي يقول له أنت اليوم إعلامي لابد أن تعمل في هذا المجال. دور الشعري يقول له أنت شاعر لابد أن تقدم هذا النص. الموازنة اللي يعني يعمل عليها ضيفنا ويقدمها للإعلام هي من جعلته يعني ناجح في كل مقاييس ومحبوب، وانا احد من اللي يحبونه، يحبون تجربته، يحبون عطاءاته، يحبون وجوده، يبتسم مو عليه اللي يبتسم عليه يسولف انا. لذلك مرحبا عبد العزيز بن سحل، هذا ابو خالد، سعداء الاعلامي والشاعر السعودي من المملكه العربيه السعوديه اللي نحبها، حياك الله وسعداء في تواجدك يعني في برنامج أمسياتنا. وقاك الله اخوي ابو محسن، وشهاده اعتز فيها من اعلامي كبير جدا، قامه اعلاميه يعني شهد لك الجميع بهذا، وعلى رأسهم سمو الشيخ خالد بن عيسى الله يطول عمره. نعم، يعني هذا يعني شهادته اعتز فيها، وهي قلت لك احيانا بواب المحبه تفتح في كل مكان وفي كل صوب ومن جميع المجالات. دائما الشهاده تجي من محب، تجي من عزيز، تجي من غالي يشوف انك يعني تستحق هذا الدعم. ما ترى بعض الكلام دعم جميل، يعني أكثر من الدعم المادي، أكثر هو دعم المعنوي اللي نحبه ونستفيد منه ونستفيد من عطاءاته. أنا يعني تكلمت وقلت دورك الإعلامي. أبو خالد يعني كشاعر جاء يحمل الطموح، عبد العزيز بن سحل جاء يحمل هذا الطموح الشاعر وبداياته وكتاباته.